السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. أصحابي الحلوين، يا رب كلكم تبقوا بخير وانتوا بتشوفوني النهاردة. فيديو النهاردة هنعمل وصفتين أسهل من بعض. أنا أول مرة بعملهم على القناة. في الفيديو ده هعمل كريم كراميل بالبسكوت. دي كان أول مرة أعمله، وحبيت أوثق الوصفة فصورتها. وعملت جبنة قديمة بالخضار كده بطريقة هتعجبكم. هتخليكوا تدمنوا الجبنة الحادقة أو الجبنة القديمة. والكريم كراميل ده رائع، لو حبيتوا تجربوا الوصفة. أنا كنت عملته قبل كده على القناة بس مش بالبسكوت. الطريقة دي بالبسكوت كنت شفتها وحبيت أجربها. وجربتها وطلع بالجمال ده. للناس اللي بتحب الطبقات بقى، هو عبارة عن هو بعد ما بيتعمل بتحسوا ان شفت زي قدرة قادر كده، الطبقات بتفصل، يعني الكراميل لوحده وبعدين طبقة كده البسكوت برضو بتفصل وبتبقى جامدة شوية، وبعدين طبقة آه، الكريم تحتها اللي بتبقى طرية. يا رب الوصفة تعجبكم وتقدروا تنفذوها. فلو أول مرة تشوفوني اعملوا لايك، وكمان لو أول مرة تشوفوا القناة آه، اشتركوا في القناة وفعلوا جرس التنبيه على الكل عشان يوصلكوا كل جديد. انا عندي انا عندي برطمان جبنة الحادقة ده، انا كنت عاملاه. ما بستغناش عنه عندي في المطبخ ابدا، عشان انا بحب مدمنة الجبنة الحادقة. فدي كانت اخر حتة في البرطمان. حتى كنت عايزة اعمل حتتين، بقلب كده في البرطمان لقيت قطعة واحدة من الجبنة، فقلت لازم بقى ايه اصور اخر قطعة في الجبنة في البرطمان، عشان لسه على ما نشتري ونعمل جبنة حادقة هتقعد وقت شهور كتير. فده اللي خلاني اصور الطريقة يعني. حتى انا قعدت اقلب كده ما لقيتش غير القطعة البسيطة دي، والبرطمان خلاص كده الحمد لله فاضي. من الاكلات الجميلة قوي. او على فكرة بتتباع في مناطق وبتتعمل سندوتشات بأسعار يعني حلوة. وانا مدمنة جبنة قديمة. هرست الجبنة كده دي اول حاجة. هنزودها بقى حاجات هتخلي طعمها احلى، ما تحسوش ان هي حادة قوي او مش عارفين تاكلوها. اول حاجة هزود عليها 2 حبة من الطماطم، اقطعها كده مكعبات صغيرة. طبعا الاصل في الجبنة دي ممكن الطماطم بس، يعني حبة زيت وطماطم بس. بس انا بحب ازود عليها حاجات تانية بحيث تكسر الحدوقية بتاعتها ونعرف ناكل منها كتير. حطيت كمان طماطماية. زعلت اوي وانا بفتح البرطمان كده وعرفت ان دي اخر قطعة من الجبنة. هحط بقى فلفل. ممكن قرون شطة او فلفل اخضر اللي هو الرومي، تقطعوه برضو مكعبات صغيرة كده. الحاجات ديت هتخليكوا تاكلوا من الجبنة كتير من غير ما تكون حادقة.
بنقطّع الفلفل كده إلى قطع صغيرة. بعد كده هاجيب بقى عود من البقدونس وأخرّطه عليها. لأ خيار، خيار الأول. هاقطّع عليها خيار. ده الخيار اللي كنا شارينه مع بعض في الفيديو اللي فات. بعد ما قطّعت بقى الخيار هنغسل البقدونس وهنقطّعه برضه عليها. عود صغير كده ما تكتروش من البقدونس. طريقة الجبنة دي جميلة أوي ولو جربتوها هتعجبكم جدًا. أنا كمان جبنتي مش حادقة أوي، يعني ساعات باشتريها من برّه بتبقى حادقة جدًا ومحتاجة يعني بتبقى حتّة صغيرة جدًا منها عايزة حاجات كتير عليها، فدي مش اختراع أو افتكاسة، هي فعلًا كده. لازم نحط عليها خضار كده عشان نعرف ناكلها. بعد كده فرّغت الطبق في طبق أكبر عشان حسيت إن الخضار بقى كتير وعلى الجبنة، فرّغت الطبق في طبق أوسع. ما شاء الله قطعة الجبنة بقت وجبة متكاملة من كل حاجة. هاحط بقى حبة زيت كده حلوين. وهاحط طحينة. دي أهم حاجة بقى في الطبق الطحينة. وهنقلب كل حاجة مع بعض. هناكل جنبها بقى أي خضار. أنا قطعت جنبها قتة. طبعًا ممكن تتاكل جنب بطيخ. أنا كان عندي عنب فهازوّد جنبها عنب هاكلها جنب العنب. أو أي بقى فاكهة شمام، أناناس، أي فاكهة. كل ده برضه عشان نكسر الحدقية بتاعة الجبنة. عايزين تزودوا أي حاجة تانية بقى جنب الجبنة براحتكم. بس أنا باكتفي كده بطبق الجبنة جنبه أي حاجة من الفاكهة وباكتفي على كده.
لو ناس أكّيلة بقى وأكتر من فرد ممكن تزودوا بقى طبق بتنجان مقلي عشان تشبع أكتر، وزودت جنبها عيش بلدي، وبعدها عملت كوباية شاي. وخلاص على كده هنعمل بعد كده بقى الوصفة التانية اللي هي كريم كراميل بالبسكوت. دي كوباية من السكر الأبيض الناعم الحبيبات، هزود على 4 كوباية من المية. اللي هو الكراميل يا جماعة، الكراميل عشان نعمله ويطلع ناجح مش عايزين سكر تموين، يكون سكر أبيض. في الخلاط هحط 5 بيضات، أنا استعملت 5 بيضات البلد اللي أنا كنت موريهالكوا في الفيديو اللي فات في المشتريات برضو، كام 5 بيضات صغيرين. فاللي هيسأل ويقول أنا عندي بيض بلدي ينفع أعمل بيه كريم كراميل؟ أيوه ينفع، أنا عملته بالبيض البلدي، يبقى 5 بيضات صغيرين بس، اللي هو البيض الأحمر الكبير بيزود الكمية في بيبقى بتبقى البيضة كبيرة عن يعني قد البيضة البلدي ده مرتين. تمام، فينفع بيض بلدي أو بيض أحمر. وهحط فانيليا وهحط كوباية من السكر، وهضربهم مع بعض الأول كويس جدا، البيض مع السكر هضربهم مع بعض الأول كويس لحد ما ألاقي إن اللون بدأ يفتح كده، يبقى كده أنا اتأكدت إن البيض مع السكر اتضرب كويس. شايفين بقى لونه أبيض ازاي؟ بعد كده بقى هنزل بحبة من اللبن، معايا كيلو لبن، الكيلو طبعا الخلاط مش هياخد الكيلو كله، فحبة منه بس، وهرجع اضرب تاني البيض مع السكر مع اللبن كويس جدا. اتضرب كويس كده وبقى يعني خلاص البيض اختفى. هزود 4 باكو من البسكوت الشاي او السادة. بقطعه بقى حتت صغيرة كده واحطه في الخلاط عشان يعني الخلاط يعرف يضرب البسكوت ويمشي فيه. هنزل بقى ال4 باكو من البسكوت كلهم مرة واحدة. خلي بالكوا في الخطوة ديت يعني ما تزودوش اللبن قوي عشان لسه هنحط البسكوت وهيتضرب تاني، عشان ما يبقاش كتير على الخلاط ويتنيه يسقط منكم. يعني بحط حبة لبن بس وبخلي الباقي في العلبة او الكوباية اللي فيها اللبن. هرجع بقى اضرب كله مع بعضه، يبقى في الخلاط 5 بيضات، كوباية من السكر، فانيليا، الكيلو اللبن المفروض، و4 باكو من البسكوت، هضربهم بقى كويس. بعد ما اتضربوا انا هفتح كده الخلاط اشوف البسكوت اتضرب ولا لسه، هقلب فيه كده، انا عايزاه يعني ناعم جدا، ما يبانش في الكراميل في الكريم.
فبشوف كده لو لسه في كتل هرجع اضرب تاني. ولقيت في كتل صغيرة كده فانا هضربه تاني. هضربه تاني كويس جدا لحد ما البسكوت يختفي خالص، مش عايزة فيه اي قطعة، عايزاه ناعم. برجع اشوف تاني البسكوت اتضرب كويس ولا لسه. بعد ما اطمنت ان كله اتضرب هزود بقى بقية الكيلو اللبن واضربه. ممكن تضربوه كده بمعلقة جوه الخلاط او تضربوه تاني في الخلاط. هديله ضربة بس بسيطة عشان اتأكد انه كله اتضرب مع بعضه، ما يبقاش فوق مثلا لبن وتحت بقية المكونات. هضربه بقى ديت اخر ضربة. لقيته هو بيوقع فضربته ضربة واحدة وخلاص. ده بقى الكراميل زي ما قلت في الاول. احط كوباية سكر ابيض ناعم حبيبات، ما يكونش سكر تموين. يعني انا عن نفسي وبعمل وصفات كتير وكده، بس مش هخاطر واعمل سكر تموين. او لو ما عندناش بقى حل غير سكر اللي هو الغامق، هزود معلقة عسل جلوكوز. انما غير كده ما تخاطروش وتعملوا سكر كراميل عشان من السكر اللي هو الغامق، عشان هيسكر على البوتاجاز وهيعمل كتل ومش هيدوب. بقلبه بقى كويس، يعني بعد ما حطيته كده بشوف القاع كده. يعني بعد ما حطيت السكر كده بشوف ان القاع كده بدأ يبقى عسلي، ما بسيبوش بقى، ببدأ اقلبه، يعني بسيبه على البوتاجاز من غير ما احط فيه معلقة. اول ما اشوف ان القاع بدأ يسيح وبدأ يجيب اللي هو اللون العسلي ده الذهبي، هبدأ اقلبه بقى كله مع بعضه. هفضل بقى اقلبه كده لحد ما الاقي، شايفين الكتل اللي هي البيضة دي، لحد ما الكتل دي كلها تدوب. مسيبش السكر بقى ومهديه على النار. ونخلي بالنا من ايدينا او اي حاجة عشان حرقة العسل بتبقى وحشة جدا. افضل بقى مع الكراميل كده على نار هادية جدا لحد ما كل الكتل دي تدوب. هفضل اقلب فيها. هتلاقي كل مدى الكتل بتصغر وبتسيح. انا عايزة لون الكراميل لونه ذهبي او عسلي كده فاتح. هو لسه هيدخل الفرن وهياخد سوا كمان. انا مش عايزاه يغمق عن كده، عشان لو غمق وهيمرر معاكي الكراميل كمان، الكريم كمان. عشان ما تحسيش بمرارة وانتي بتاكلي الكريم كراميل. يبقى الاساس عندنا من الكريم ان هو يبقى لونه فاتح كده، اللون ده مناسب جدا وما يغمقش عن كده. بقى ادوبه بقى كويس وما بخليش فيه اي كتل وانا واقفة على البوتاجاز. يعني لو ما باسيبش البوتاجاز إلا ما الاقي ما فيش ولا كتلة بيضا متحجرة كده من السكر في الكراميل. هاصُب بقى في دول 6 أطباق يعني على قد بالضبط اللي هو الكريم كراميل اللي إحنا عملناه. أحط في كل طبق معلقتين، وأول ما أحط معلقة كده أقوم يعني منزّلاها كده في الطبق عشان تملى التجويف كله بتاع الطبق. ما مليتوش هازوّد كمان معلقة. بس لازم في الأول وهو سايح عشان أول ما بتحطيه في الطبق بيمسك بسرعة. بنسيبه بقى في الأطباق
حبة كده صغيرين يبرد. ديّة أطباق بورسلين، أنتم ممكن تستعملوا أطباق stainless، ممكن تستعملوا أطباق فخار، تستعملوا أطباق بايركس اللي هي بتخش الفرن، مش أي أطباق إزاز هتخش الفرن عشان ما تطقش مننا وتفقدوها. ممكن لو ما عندناش أطباق خالص هنجيب أطباق فويل اللي هي اللي بتتباع برّه وهنعمله فيها. شايفين أمّا آجي أحط طبقة عسل على عسل الطبقة اللي تحت مسكت خالص، باسيبه بقى يبرد شوية وبعدين باحط الكريم عليه. هاملة كل الأطباق بقى من الكريم. هو بالضبط 6 أطباق معانا الكيلو اللبن. لو عايزين الوصفة الأصلية للكريم كراميل من غير بسكوت هتلاقوه برضه على القناة، لسه عاملاه قريب، بس ديّة أنا حبيت أجربها وأعملها. كان طعمها وريحتها روعة وهي في الفرن. في كمان 6 أطباق كده من الألمونيا أو الstainless بتتباع آآ في محلات الأدوات المنزلية للكريم كراميل، وبيبقى ليهم قاعدة كده شكلها حلو من تحت للكريم كراميل، ممكن تدوّروا عليها في المحلات هتنفعكم برضه أمّا تيجوا تعملوا الكريم كراميل. هنجيب بقى صينية وهنحط فيها مَيّة مغلية، آآ يعني لو عندكم أي صينية بحافة عالية أحسن من دي يبقى أحسن، بس أنا هاحط في الصاج ده عشان ما عنديش حاجة تاخد 6 الأطباق، الأطباق دي تعتبر كبيرة، 6 أطباق كبيرة، فما عنديش صينية هتاخد ال6 أطباق دول مع بعض. أو اللي عندي ألمونيا فلو حطيت فيها مَيّة مغلية وفضلت تغلي في البوتاجاز هتزرق، فأنا مش عايزة كده، فحبيت أحطها في الصاج أسود كده مش هيبان فيه الغليان، أو لو عندكم صينية تيفال، فأنا عندي الصينية التيفال عمرها ما هتاخد ال6 أطباق، باحط بقى في القاع مَيّة مغلية. طيب لو هي في الفرن الكريم كراميل ده المَيّة اللي فيه نشفت، أرجع أحط مَيّة تاني مغلية برضه. ماسيبش أبدًا الكريم كراميل في الصينية بتاعته ما تكونش فيها مَيّة، لازم يكون فيها مَيّة بتغلي دايمًا، عشان ما تتحرقش منكم، والكراميل ممكن يتحرق، يعني الكراميل اللي جوّه اللي تحت في قاع الطبق ده ممكن يتحرق، فلازم مَيّة مغلية، وتكون مَيّة مغلية كتير، يعني مثلًا تكون واصلة مثلًا أقل حاجة لنُص الطبق. أنا زوّدت مَيّة تاني وهو في الفرن وأنا باوريه لكم أهوًا، هيقعد في الفرن حوالي نُص ساعة. لحد ما تلاقوه كده يعني قَب وانتفخ أوي واتحمّر من فوق، في ساعات ما بيتحمّرش، يعني في أفران ما بتحمّرش من فوق، أنا مولعاه من تحت بس على فرن أوسط على درجة حرارة عالية، في أفران ما بتحمّرش. طيب الكريم كراميل ما بيتاكلش سُخن، ما بيتاكلش دافي، لازم يقعد ليلة في التلاجة، يعني بعد ما بيطلع من الفرن أشيله من الصينية واسيبه لحد ما يبرد خالص، وبعدين باحطه في التلاجة وبيتاكل تاني يوم ساقع. عشان تعرفوا تصبّوه وتبقى الطبقة يعني الطبقة ماسكة نفسها كده وتقيلة وجامدة، لازم يقعد ليلة في التلاجة، لو صبّتوه وهو سخن هتلاقوا إن الطبقة يعني إيه ب زي بتكون بتسيح كده وما بتبقاش واقفة على حيلها، فلازم يقعد ليلة في التلاجة. بافتّح له بقى بالسكينة كده، أمّا تيجي تقلبيه طبعًا مش عمره ما يتقلب، لازم تفتحي له بالسكينة. تفتحي من كل الجوانب بسكينة كده وبعدين بتقلبيه في الطبق. شايفين حتى بعد ما فتحتِ له جامد برضه مش عايز ينزل، فلازم تفتحوا له كويس بالسكينة عشان ينزل. هتلاقوا بقى طبقة الكراميل
وبعدين طبقة البسكوت هتلاقوها جامدة شوية، وبعدين الكريم. مش هتلاقوا إنه كله ناعم، لأ، يعني عامل زي قدرة قادر كده شوية. يبقى هتلاقوا طبقة الكراميل، وبعدين طبقة جامدة شوية اللي هي طبقة البسكوت، وبعدين طبقة الكريم. هي الوصفة دي جميلة أوي، ياريت تجربوها. وتجديد، يعني تجديد، وكمان بتزودي كمية الكراميل، الكريم كراميل كله. شايفين انا بوريها لكم قدام الكاميرا، هتلاقوا 3 طبقات. دي طبقة الكراميل الأولى، وطبقة البسكوت هتلاقوها جامدة شوية، وبعدين طبقة الكريم.